أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهاردة. معاكم عادل بسيوني بإذن الله، مستمرين مع كتاب المعاصر، متواجدين في يونت 1 الدرس الأول والثاني. والنهاردة الجزء الأخير من الدرس الأول والثاني، وتحديدا احنا موجودين في بيج 28 صفحة 28. علشان النهاردة هنروح نحل التدريب الموجود على الدرس الأول والثاني. والسؤال الأول بيقول finish the following dialogue. أكمل هذا الحوار. سمير is asking نبيل about the way. عايز يسأله بقى عن الطريق to the library إلى المكتبة. سمير بدأ الكلام وقال excuse me معذرة. could you help me ممكن تساعدني. فاللي يقول لي ممكن تساعدني أقول له إيه؟ sure بالتأكيد يا مستر. طب أنا عايز أقول له أوكي مفيش مشكلة. طب واحد تاني هيقول أنا هقول له with pleasure بكل سرور. with pleasure بكل سرور، تمام مفيش مشكلة. واحد هيقول yes I could نعم أستطيع، برضو مفيش مشكلة. تعال نشوف بقى يا شباب. سمير سأل سؤال، بدأ يقول له نبيل ايه؟ go past the restaurant. go past the restaurant يعني امشي مرا بالمطعم، امشي مرا بالمطعم. فهو كان عايز يسأله على ايه؟ the library. هيقول له how can I go to the library. how can I get to يعني يصل إلى the library. طيب يا مستر هو أنا ممكن أقول له where is the library؟ أين المكتبة؟ مفيش مشكلة خالص. بدأ يقول له go past the restaurant the library is on the left. on the left قلنا على اليسار، و on the right على اليمين. فسأله سؤال تاني قال له no it isn't far. قلنا السؤال بيس ونو. كل اللي أنا بعمله إيه يا شباب؟ أنا بشيل no وأشيل النفي وأقدم بقى يا شباب المساعد على الفاعل. المساعد اللي هو إيه؟ is على الفعل اللي هو إيه؟ it. is it far؟ هل هو بعيد؟ فقال له no it isn't far. فقال له do you think هل تعتقد it's open now هو مفتوح دلوقتي؟ جه في الاخر وقال له لا ده انت اتاخرت. اذا هو قال له مفتوح ولا مقفول؟ لا ده مقفول، يبقى no I don't think so. no I don't think so. لا اعتقد ذلك. ليه؟ لان قال له ده انت اتاخرت قوي، فمش هينفع يقول له يس ده فاتح. تمام. قال له I guess أخمن I will come back earlier هاجي بدري شوية tomorrow. Thanks a lot for your help. شكرا على مساعدتك. اللي يقول له شكرا أقول له أنا إيه؟ You are welcome. You are welcome. يعني إيه you are welcome؟ على الرحب والسعة. برافو عليك. نروح بقى على طول السؤال التاني واللي بيقول read and complete the text with words from the following list. أكمل الفقرة التالية باستخدام الكلمات الموجودة في المربع اللي قدامي ده. however ومع ذلك monuments آثار furthermore بالإضافة إلى ذلك peaceful مسالم أو هادئ directions اتجاهات adventure مغامرات. تعال نبدأ نقرأ visiting different places زيارة أماكن مختلفة is one of the best thing واحدة من أفضل الأشياء you can do تقدر تعملها. it's a great إنها a great adventure مغامرة عظيمة. a lot of people ناس كتير come to Egypt بيجوا مصر to visit the ancient بيزوروا المواقع monuments الآثار القديمة. كويس. in Luxor and Aswan also بالإضافة إلى أو أيضا Egypt has wonderful and wonderful صفة، يبقى أنا عايز كمان صفة wonderful and peaceful places وأماكن هادية جميلة. You can ride the boats تقدر كمان تركب المراكب canals زوارق on the Nile. يبقى هقول له furthermore وعلاوة على ذلك أو بالإضافة إلى ذلك تقدر تركب زوارق ومراكب.
علشان نروح على القطعة نقرأ القطعة ونرجع نحل الأسئلة مع بعض. بعد ما قرأنا القطعة نروح للسؤال الأول. choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. The festival is held in، عقد الاحتفال في، طبعا هو عقد في شهر أغسطس يبقى August. The underlined word أو pronoun it اللي موجودة في القطعة دي عايدة على مين؟ طبعا هي كانت عايدة على الفيستيفال، المهرجان. The festival، المهرجان، helps، بيساعد مين؟ البيزنس. طيب نروح للسؤال الثاني. answer the following questions، أكمل أو أجب على الأسئلة التالية. what is the main idea of the text؟ الفكرة الرئيسية للفقرة إيه؟ طبعا إسماعيلية مانجو فيستيفال، مهرجان المانجا بالإسماعيلية. how does the governorate celebrate؟ كيف احتفلت المحافظة أو المحافظة احتفلت إزاي؟ طبعا by making road show with mango shapes car، عملوا كده عربيات على شكل المانجا وخلوها تمر بالإيه؟ الطرق. يبقى أقول by، بواسطة، making road shows يعني عروض في الطريق with mango shaped cars. ممكن اقول كمان mango cutting competitions يعني مسابقات المانجا، قطع المانجا and musical shows. السؤال اللي بعد كده بيقول do you think، هل تعتقد؟ هنا هل تعتقد اقول له yes او no، ولو قلت yes او no ارد بقى why او why not. طبعا do you think that festival is useful for the city، يعني نافع او مفيد للمدينة؟ طبعا yes I do. يا مستر انا عايز اقول sure، مفيش مشكلة خالص قول، بس هتقول لي why. طبعا لانه بيساعد الايه؟ البيزنس. It helps business and economy. علشان نوصل انا وانت للسؤال الرابع واللي بيقول choose the correct answer، اختر الاجابه الصحيحه. والسؤال الاول معانا بيقول is a place، مكان where you can see beautiful fish. طبعا احنا قلنا beautiful fish او many kinds of fish او كلمة fish واحدة، يبقى هقول الاكواريوم، حديقة الاسماك. اسماعيلية is beautiful، جميلة. there are buildings and interesting monuments. attractive buildings يعني مباني جذابة جميلة. means more than usual، اكتر من العادي يبقى specially، اكتر من العادي يبقى specially، شرحناها في الكلمات. is the opposite of modern، عكس كلمة modern. طب modern يعني ايه؟ حديث، يبقى عكسها ايه؟ old، قديم. you can't hear any traffic here، ما تسمعش اي مرور للعربيات هنا. this means it is very peaceful، الوضع هنا آمن هادي مسالم. you can give the antonym، مضاد. the word known يعني معروف، يعني popular، يعني famous. by adding the prefix، اجيب العكس منها ازاي؟ يقول لي احنا هنضيف قبلها on واقول unknown، يبقى known عكسها unknown، known عكسها unknown. طيب تعالى بقى نروح للسؤال الخامس واللي بيقول complete with the correct form، اكمل بالصيغة الصحيحة. the bank is between two، الله ده في حرف جر اسمه two. the shopping center، لا يا مستر مش هينفع between، لأنه between عايزة and، لكن مين اللي ياخد معاه to؟ next to، برافو عليك. the restaurant is the corner، على الناصية، فأقول له on the corner، على الناصية أقول له إيه؟ on the corner.
جودي goes to the sports center. بتروح المركز الرياضي in the afternoon. لأن فترات اليوم بتاخد in. برافو عليك. I live a small village. بعيش في قرية صغيرة. يبقى in a small village. Mona usually visits her grandparents the weekend. أقول at the weekend. at the weekend. في عطلة الأسبوع. في عطلة الأسبوع. أشكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.